ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رمضان كريم. يلا بقى نعمل النهارده في رمضان، طبعا بيحب الحاجات الحلوه. هنعمل البسبوسه النهارده بطريقه حلوه قوي، مرمله وطريه وجميله، هتعجبكم ان شاء الله. معايا 4 كوبايات من دقيق البسبوسه اللي هو السميد، معلقه جوز هند، ومعايا معلقه بيكنج باودر، ومعايا معلقه كوبايه الا ربع سكر، دول لوحدهم كده. معايا بقى كوبايه الا ربع لبن وكوبايه الا ربع سمنه، عشان كل حاجه هنعمل بيها حاجه. هنا هعمل لكم الشربات الاول، دي مقاديره لوحدها: كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه. هقلبهم كويس قوي لما يغلوا معايا. هبدا احط لهم نص الليمونه، وهحط معاهم معلقه زبده او معلقه سمنه سايحه، وهسيبه بقى لما يغلي على النار. هيقعد حوالي 5 دقايق بالظبط، هطفي عليه، مش عايزاه متماسك قوي. هاجي بقى على الطاسه التانية، هنا هجيب كوبايه الا ربع لبن مع كوبايه الا ربع سمنه اللي انا عاملاهم في المقادير في الاول، وهسيبهم يدوب يدفوا مع بعض. هيكون الشربات خلص معايا، هاخد ربع كوبايه من الشربات بتاع البسبوسه وهحطه عليهم، اقلبه فيهم كده عشان احليه اديهم تحليه. وبعد كده هجيب البوله هنزل فيها بالكوبايه الا ربع سكر اللي انا مجهزاها من الاول في المقادير، وهنزل عليها بقى بالخليط اللي انا عملته ده اللي هو اللبن والسمنه، وهقلبهم كويس جدا لغايه ما السكر يدوب معايا بالشكل ده كده. طبعا انا المقادير دي كانت دافيه الاول، اللي هي اللبن والسمنه، مش عايزاهم سخونين، عايزاهم يدوب دافيين بحاجه بسيطه. بعد ما يتقلبوا كويس قوي هنزل بيه فيهم بالدقيق بتاع السميد، ومعلقه الجوز الهند، والنص معلقه اللي هي بيكنج باودر. وهقلب الخليط كله مع بعضه بالشكل ده لغايه ما هتبص تلاقيه مرمل معاكي، يعني العجينه تبقى مرمله. لو لقيتيها سايبه معاكي تحطي شويه دقيق سميد تاني، مش سايبه، انا عايزاها بالشكل ده كده، عايزه عجينه مرمله. ده هينجح معاكي البسبوسه كويس قوي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي هدهنها سمنه من تحت طبعا، وبعد كده هحط بقى العجينه بتاعت البسبوسه، وهفردها بالشكل ده، واجهز بقى بوله فيها شويه ميه صغيرين، وابلل ايدي بيها بالشكل ده كده، وافرد بيها العجينه، وابدا اخبط بالصينيه كده شويه عشان اطلع منها الهواء وتتسوى معايا. بعد كده هكون مسخنه الفرن طبعا على حراره متوسطه، هحطها على الرف الوسطاني في الفرن، هتقعد حوالي نص ساعه تطلع معايا بالشكل ده. هنا انا عايزه الشربات سخن معايا والبسبوسه سخنه، عشان برضو ده ينجح لي البسبوسه. كده صينيه البسبوسه خلصت معانا النهارده. هنقطعها بقى ونقدمها بالشكل ده، شوفي لونها بيلمع ازاي، وطريه من جوه ومرمله وحلوه قوي، مش سايحه ومش ناشفه، جميله جدا. لو جربتها بالطريقه دي صدقيني هتعجبك جدا. وتاكلوها بقى يا حبايبي بالهنا والشفا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اكله هنيه، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.